السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة 6 معايا النهاردة أول درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، والترم التاني هنشوف مع بعض بتتكلم عن ايه. أول حاجة زي ما احنا شايفين الدرس بيتكلم عن نمو وتوزيع السكان في وطننا العربي. كان قبل كده كنا بنتكلم عن نمو السكان وتوزيعهم في مصر بس، يعني كنا بنتكلم عن بلد بس. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الوطن العربي كله وتوزيع السكان فيه هيكون ازاي. زي ما احنا بنشوف هنا كده النمو السكاني دوت، طبعا مصر او الوطن العربي اسفة بيجي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد السكان. طب مين اول دولة ومين التانية ومين التالتة؟ دلوقتي اول دولة عندنا هي الهند، تليها على طول الصين، وبعديهم قارة أوروبا. دول الثلاث مراكز اللي قبل الوطن العربي على طول. وزي ما كانت الإحصائية هنا موجودة عندنا سنة 2000، كان السكان في الوطن العربي حوالي 278.5 مليون نسمة. ده في الوطن العربي، زي ما قلنا بنتكلم عن الوطن العربي. ارتفع عدد السكان زي ما احنا شايفين هنا في الرسوم اللي قدامنا لحد سنة 2023 وصل لنحو 474 مليون نسمة، وده طبعا بيمثل نسبة كبيرة، حوالي 5.9% من إجمالي سكان العالم. يعني نسبة سكان الوطن العربي 5.9 مليون في المية قصدي من إجمالي السكان. طيب لما بص يعني ايه كلمة معدل سكان، ويعني ايه معدل نمو، ويعني ايه الزيادة السكانية ديت اصلا؟ يعني زيادة السكان في فترة زمنية معينة نتيجة للمواليد والوفيات والهجرة. يبقى ايه هو المعدل السكاني؟ هو نسبة الزيادة في السكان خلال فترة زمنية معينة نتيجة للمواليد والوفيات والهجرة. يعني ايه المواليد والوفيات والهجرة؟ يعني على حسب إحصائية كم عدد المواليد وكم عدد الوفيات، كم عدد الهجرة اللي حصلت، وهكذا. دوت طبعا بيأثر على معدل النمو. في سنة 2021 طبعا كان معدل النمو السكاني العالمي، هنا العالمي يعني يقصد نمو السكان اللي في العالم كله سواء الوطن العربي أو الدول الغربية، كان أقل من إيه؟ أقل من 1%. يعني نسبة الزيادة السكانية في العالم أقل من 1%. لكن هنا عندنا بقى في الوطن العربي كان إيه؟ كان 1.8% عدد السكان الزيادة، أو السكان النمو السكاني بتاعنا. طب بنستنتج من الكلام ده إيه؟ اما يقول لي ان العالم زاد اقل من 1% والوطن العربي زاد 1.8%، نستنتج ايه؟ ان في هنا عملية زيادة سكانية بنسبة كبيرة جدا. طب ايه اللي اثر في الزيادة السكانية دي، او ايه اللي حصل خلى في نمو سكاني عالي بالمنظر ده؟ هنقول دلوقتي السبب ايه. السبب عندي 3 حاجات. اول حاجة ارتفاع معدل المواليد وانخفاض نسبة الوفيات. يعني ايه؟ يعني نسبة المواليد عندي بقت زيادة ونسبة الوفيات عندي قليلة جدا. كمان في سبب تاني وهو تحسن المستوى الصحي، يعني المستوى الصحي بقى احسن، ما بقاش فيه وفيات بسبب الامراض، والمستوى المعيشي طبعا في الدول العربية بقى افضل. كمان في الهجرة الخارجية خاصة طبعا في دول الخليج. دول الخليج اللي هي زي السعودية وزي قطر، الإمارات، البحرين، كل دول الخليج. يبقى عرفنا كده معانا ليه في نمو سكاني عالي جدا في الوطن العربي، بسبب عندي 3 أسباب، وهي ارتفاع معدل المواليد، تحسن المستوى الصحي، الهجرة الخارجية خاصة في دول الخليج. طب يعني ايه كلمة معدل مواليد ومعدل وفيات اللي احنا خدناهم في الأسباب؟ يعني ايه ارتفاع معدل مواليد؟ يعني ايه معدل مواليد أصلا؟ وانخفاض معدل وفيات، يعني ايه معدل وفيات؟ معدل المواليد هو نسبة المواليد من إجمالي السكان في عام معين. يعني بيقيسوا معدل الأطفال اللي اتولدت خلال السنة ديت كام طفل. معدل الوفيات برضو هي نسبة الوفيات من إجمالي السكان في عام معين. يعني بيقيس عدد الوفيات من البلد ديت في مثلا السنة دي، مثلا سنة 2023 كم عدد الوفيات مثلا في مصر، كم عدد الوفيات في قطر، كم عدد الوفيات في البحرين، وهكذا. بيقيس معدل الوفيات ويجمع كل المعدل ده ويشوف هل في معدل وفيات عالي، هل في معدل أطفال مواليد عالي،
وهنا يعرف ايه هو الزيادة السكانية جت من ايه. يبقى التعريفات اللي عندي هنا هيبقى أول حاجة معدل نمو السكان يعني إيه؟ هي الزيادة في السكان خلال فترة زمنية معينة نتيجة للمواليد والوفيات والهجرة. أما معدل المواليد هو نسبة المواليد من إجمالي السكان في عام معين. نسبة الوفيات أو معدل الوفيات هو نسبة الوفيات من إجمالي السكان برضو في عام معين. كمان بيجي عندي تعريف حلو برضو وهو الكثافة السكانية. ايه هي الكثافة السكانية؟ هي نسبة السكان والمساحة التي يعيشون عليها، نسبة أو النسبة بين عدد السكان والمساحة التي يعيشون عليها. طيب بتختلف الكثافة السكانية دي من دولة لأخرى؟ طبعا بتختلف الكثافة السكانية من دولة لأخرى، يعني كل دولة بتختلف عدد سكانها والمساحة اللي بيعيشوا عليها. يبقى ايه هي التأثيرات اللي بتأثر عندي في اختلاف عدد السكان من دولة لأخرى؟ هقول عدد سكان كل دولة والمساحة الكلية للدولة اللي بيعيشوا عليها. يبقى في سؤال هنا لما يجي يقول لي بما تفسر تختلف الكثافة السكانية من دولة لأخرى في الوطن العربي بسبب ايه؟ بسبب ان في عدد سكان مختلف لكل دولة، وبسبب ان المساحة الكلية للدولة ده اللي بيأثر عندي في اختلاف عدد السكان. كمان بنجد هنا ان مرتب لي 4 دول في الوطن العربي من حيث الكثافة السكانية. طبعا بتيجي في المرتبة الأولى مصر، بعد كده السودان، بعد كده الجزائر، بعد كده العراق. دول ترتيب أعلى دول من حيث عدد السكان. لما اجي اقول ان في الجناح الافريقي في الوطن العربي بيعيش 61% من سكان الوطن العربي، طبعا دي نسبة كبيرة جدا، والباقي بيبقى في الجناح الاسيوي. طيب لما يجي يقول لي دلل على ان مصر بتحتل المرتبة الاولى عربيا من حيث عدد السكان، هقول له ايه؟ هقول له لان بلغ عدد سكانها نحو 106 مليون نسمة حسب تقديرات عام كام 2023. وده طبعا النسبة دي بتمثل ربع سكان الوطن العربي، يعني مصر لوحدها واخدة ربع سكان الوطن العربي، وطبعا دي نسبة كبيرة. وكمان هيقول لي ان دولة جزر القمر اقل الدول العربية سكانا، والمعلومة دي مهمة جدا ان انا اعرفها لان هتيجي في اختيارات، هتيجي في صح وغلط ومهمة جدا. بعد كده عندي توزيع السكان في الوطن العربي. احنا عرفنا كده الكثافة وعرفنا ايه المقصود بيها وليه بتختلف الكثافة السكانية من دولة لأخرى. طيب هنا لما اجي اقول العوامل اللي بتأثر على اختلاف توزيع السكان في الوطن العربي، هيجي عندي 4 أسباب مهمة جدا، وهي أول حاجة موارد المياه والتربة الخصبة. طبعا من غير موارد مياه مش هنقدر نعيش، مش هنقدر ان احنا نزرع، من غير التربة الخصبة مش هنقدر نبقى فيه زراعة جيدة، ومن غير التضاريس بتاعة المكان، في أماكن ما ينفعش بسبب التضاريس بتاعتها ما ينفعش الحياة فيها. وطبعا زي ما احنا عارفين بالنسبة للصحراء بيبقى فيها سكان قليلين جدا. اما المناخ، عندي المناخ لو المناخ مش كويس مش معتدل، مش مناسب ان انا ازرع فيه، مش مناسب للعيش زي القطبين الجنوبي والشمالي، بيبقى الحياة صعبة فيهم، فطبعا بيأثر عندي المناخ. والأنشطة كمان الاقتصادية، يعني المكان اللي أنا هعيش فيه لازم يبقى فيه أنشطة إن أنا أقدر أقوم بيها، أنشطة زراعية صناعية تجارية، أي أنشطة تكون أنشطة اقتصادية وبتدخل اقتصاد للدولة. زي ما احنا شايفين هنا الألوان البرتقاني دي في الخريطة ديت بتدل على تركز السكان في المناطق دي. زي ما احنا شايفين قارة أفريقيا التركز السكان فيها في الشمال، وهنا في قارة آسيا زي ما احنا شايفين هنا في شمال آسيا برضو، وفي هنا في الجنوب، وفي هنا بعض الأماكن بعض برضو السكان هنا برضو سكان قليلة، وهكذا. هنعرف دلوقتي توزيع السكان بالنسبة للسهول الفيضية والسهول الساحلية. السهول الفيضية عندي طبعا سهول نهر النيل زي ما احنا شايفين هنا، سهول نهر النيل اهيت، دي بيبقى معتمدين طبعا على المياه العذبة والتربة الخصبة، وكمان التضاريس فيها مناسبة، المناخ فيها مناسب، فيها طبعا أنشطة اقتصادية. ايه كمان سهول فيضية؟ عندي سهول دجلة والفرات، دي طبعا في دولة العراق، ودي برضو بينطبق عليها التربة الخصبة، المياه العذبة، سهولة السطح والأنشطة الاقتصادية، وكل دوت موجود هناك. طيب بالنسبة للسهول الساحلية،
هلاقي عندي هنا السهول الساحلية، طبعا شمال افريقيا زي ما كنت لسه بتكلم، وشمال بلاد الشام برضو، ديت برضو كلها سهول ساحلية. طيب لما اجي ابص عندي على تركز السكان ليه في السهول الفيضية والسهول الساحلية، زي ما كنت لسه بقول المناخ معتدل، وكمان في وفرة في المياه العذبة. طيب بعض المناطق مرتفعة ومناخها كويس، يبقى فيها برضو حياة زي مرتفعات لبنان، برضو فيها حياة وفيها معيشة وفيها نسبة سكان كويسة. كمان المناطق الصناعية والتعدينية بيبقى فيها برضو نسبة سكان. طب ايه هي المناطق اللي فيها ندرة في السكان؟ زي طبعا الصحاري الكبرى في الجناح الأفريقي، دي كلها فيها نسبة سكان ضئيلة جدا. كمان صحراء الربع الخالي في الجناح الأفريقي زي ما احنا شايفين بيبقى برضو فيها نسبة بسيطة. وده توزيع السكان في الوطن العربي. طيب لما نيجي للمشكلة بقى السكانية اللي في الوطن العربي، طبعا احنا عارفين اي زيادة سكانية بيتبعها على طول مشكلة في الزيادة، يعني في مشاكل حصلت من خلال الزيادة السكانية دي. هنشوف النهاردة وجهين لنفس المشكلة. يعني ايه؟ يعني مشكلة الزيادة السكانية في الوطن العربي دي واخدة اتجاهين مختلفين والاتنين عكس بعض بالظبط. طيب ايه الدليل على الكلام ده؟ هقول ان عندي اول حالة زيادة سكانية مع موارد محدودة. تاني حاجة هقول ان في قلة من السكان وزيادة في الموارد، يعني زي ما قلت الاتنين عكس بعض تماما. طيب اول مشكلة اتحلت ازاي؟ واجهوها بان هم عملوا برامج تنموية لمواجهة هذه المشكلة. بدأت الدولة تعمل برامج تنموية علشان تواجه مشكلة الزيادة السكانية مع قلة طبعا الموارد الموجودة. طيب مين الدول ديت اللي قدرت ان هي تعمل حاجة زي كده؟ مصر والأردن وسوريا. طيب على الناحية التانية بقى نشوف قلة السكان عملوا فيها ايه مع زيادة الموارد اللي موجودة. اول حاجة بدأوا ان هم يستقبلوا اعداد كبيرة من الوافدين عشان يستثمروا الموارد دي. هم عندهم موارد كتير بس سكان شوية صغيرة، فهيعملوا ايه؟ هيسمحوا لاستقبال اعداد كبيرة من المهاجرين للبلد دي علشان يستثمروا ايه؟ الموارد اللي موجودة عندهم. طيب يا ترى مين الدول ديت؟ طبعا زي ما احنا عارفين السعودية وبرضو قطر والامارات والبحرين، يعني بمعنى أصح دول الخليج. دول الخليج هي اللي الناس بتهاجر إليها علشان عندهم موارد كتير وسكانهم نسبة صغيرة.